عايز تعمل فيديو بالذكاء الاصطناعي زي ده؟ يا انسان بتتفرج بالساعات وما بتضغطش لايك، بتشوف الصور والستوري وما تعملش فولو. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. النهارده هعلمكم ازاي بعمل فيديوهات شورتس باستخدام ادوات الذكاء الاصطناعي. تابع معايا الشرح. اول حاجة بستخدم نموذج كوبلت للذكاء الاصطناعي، ده زي شات جي بي تي. بتفتح جوجل وبتكتب في البحث كوبلت اهو زي ما انتم شايفين انا باحث عنه. بتفتح البحث وبتكتب كوبلت، بتختار اول خيار بيفتح معاك كوبلت. بعدين بتكتب الفكرة اللي انت عايز تعمل عنها الفيديو. يعني انا مثلا عندي فكرة جاهزة زي ما انتم شايفين، هسيبها لكم في الوصف اسفل الفيديو. اعمل لي برومت صورة وفيديو من اول الجزء دوت، بثبت الجملة ديت وبعدين بكتب الفكره اللي انا عايز اعمل عنها الفيديو. انا هنا عندي الفكره ان الفيس والانستجرام واليوتيوب متضايقين بسبب البني ادم اللي بيتفرج وما بيعملش لايك، وبرجع على كوبلت واعمل له باست وابعت له. كوبلت زي شات جي بي تي، بس انا بالنسبه لي بفضله لانه هو unlimited وشغال معاك على مدار ال 24 ساعه وبيعمل لك افكار. يعني ممكن لو الفكره دي مش عاجباك انت تكتب غير الفكره، هو بيفهم على طول وبيعمل لك افكار تانية ومتنوعه. زي ما انتم شايفين عامل لي برومت صوره وبرومت فيديو. وده الحوار. الفيسبوك هيتكلم هيقول يا عم انت بتتفرج، وانستجرام هيقول، ويوتيوب، وده الفيور اللي هو المشاهد. بعد ما جهزت الفكره والبرومتات بتاعت الفيديو، باخد برومت الصوره بعمل له كوبي، وبعدين بدخل على موقع فلو ببحث عنه في جوجل. اول ما يفتح معايا موقع فلو هيقول لك كريت ويز فلو، بضغط عليه. لو انت مش مسجل على فلو ممكن تبدا تسجل بالجيميل عادي. بدوس كريت ويز فلو مشروع جديد، بكتب هنا برومت الصوره. بختار من هنا الاول ان انا عايز اعمل صوره، وبعدين بختار المقاس اللي انا عايزه. انا عايز اعمل فيديو شورت، فانا هختار صوره بالمقاس اللي هو الشورت اللي هو الطول. وبعدين انا عايز اولد صوره او اتنين او تلاته واربعه، انا بولد 4 صور عشان اختار الصوره اللي انا عايزها. وبختار بعدين النموذج اللي انا عايزه. بعمل 4 صور من نانو بنانا برو، وبعدين بعمل باست لبرومت الصوره وابعت. بعدين تاني بختار من هنا، بغير الاصدار بخليه نانو بنانا 2 وببعت له باست تاني وببعت، بحيث ان انا عندي 8 صور. اختار الصوره اللي انا عايزها والصوره الاجمل. زي ما انتم شايفين عمل لي 4 صور من ال8، عمل لي 5 صور من ال8. الصور انا الصراحه مش عجبتني، ممكن الصوره دي او دي كويسه. انت ممكن ترجع تاني الكوبليه تكتب له هنا مثلا باسلوب بيكسار، وبعدين البرومت اللي هيطلع لك تروح تحطه في فلو، وبعدين يعمل لك صور غير دي. انا ممكن استخدم الصوره دي، يعتبر يعني احسن صوره فيهم وعجبتني او دي. اختار الصوره دي، بضغط على ال3 نقط، بعدين بعمل تنزيل، وبعدين بختار 2K. الصوره هتنزل تمام. يبقى انا كده عندي الصوره وعندي البرومت بتاع الحوار. بعدين بدخل على موقع توليد الفيديوهات. طبعا زي ما كلنا عارفين جروك بيجي دلوقتي مدفوع، الاول كان مجاني. فانا عندي بديل في موقع كده بستخدم فيه جروك، والصراحه موقع جميل جدا ويعمل لي الفيديوهات. هسيب لك لينك الموقع في الوصف تحت الفيديو، تضغط عليه هيدخلك على الموقع على طول. وانا عملت فيديو ازاي بسجل على الموقع ده وازاي بضيف الفيزا، ممكن ترجع تشوف الفيديو. بدخل على الموقع اللي انا قلت لكم عليه، طبعا انا عامل له كوبي، هدخل عليه دايركت كده. الموقع فتح معايا، بضغط على انشاء فيديو، بيظهر لي المربع ده اللي هو فيديو رقم 1. بضغط عليه تكتين بيفتح لي النافذه دي. بختار اول حاجه الاصدار اللي انا عايز استخدمه. ممكن استخدم جروك كيلينج 3 فيو 3.1، فانا اختار جروك. بعدين هنا بضغط على الصورة اللي انا عايز اعمل بها الفيديو. بعدين هنا بحط البرومت بتاع الفيديو اللي انا عملته قبل كده على موقع كوبيلت. ادي بضغط على برومت الفيديو، وليكن مثلا اهو باخد كله كوبي وبرجع على الموقع تاني بنزله. طبعا في كلام كتير في الحوار اللي انا عندي، فانا هختار 15 ثانية الفيديو بتاعي. وبعدين بختار مقاس الفيديو اللي انا عايزه بالطول هيبقى بالطول زي كده، عايزه بالعرض هيبقى كده. فانا بعمل فيديوهات شورت، فانا هخليه بطول كده. الاصدار جروك، الصوره، البرومت، المده، المقاس، وبعمل جنريت فيديو. هستنى لما الفيديو يخلص وهوريه لحضرتك. طبعا زي ما انتم شايفين بيعد لحد ما يكمل 100%. بعدين الفيديو اول ما يخلص هوريه لحضرتك. كده الفيديو خلص زي ما انتم شايفين. بتك على الفيديو عشان اسمعه. يا عم انت بتتفرج بتتفرج من غير ما تعمل لايك. طب فين الكومنت الحلو؟ انا بعمل محتوى عشانك. ازاي تتفرج على الفيديو كله وما تشتركش؟ ده ظلم. لا مش كفايه. ادعمنا بلايك وسبسكرايب وكومنت. معلش.
طبعا الفيديو انا الصراحه مش عاجبني، لان انا ما كتبتش في كوبليت باسلوب بيكسار، فانا هرجع اكتب في كوبليت. انا عايز البرومت يكون باسلوب بيكسار عشان الايقونات اللي تتكلم. وهوريكم الفيديو تاني. هرجع لكوبليت واكتب له، انا اقول له انا عايزه باسلوب بيكسار كده، اعمله لي باسلوب بيكسار. هاخد برومت الصوره وراح ادخل على موقع فلو وانزلها. بس بعد ما اخلص ويعمل لي الصور كده الصور احسن، فانا ممكن انزل الصوره دي. عجبتني أوي الصوره دي يعني. هو الصراحه كلهم صور كويسه وعجباني. ممكن اختار الصوره دي اعمل لها تنزيل، لو النوت اوكي كده الصوره هتنزل تمام. برجع بقى باخد البرومت الفيديو الجديد اللي هو باختصار، اعمل له كوبي وارجع على موقع مارتن وبعمل جنريت فيديو، بضغط عليه تكتين، بختار اصدار ايماج بروك، بختار الصوره اللي انا نزلتها، بكتب البرومت. طبعا بقصص الفيديو، فرق ديوريشن 15 لان انا في حوار كبير، وبعمل جنريت. اول ما يخلص نشوفه مع بعضينا. الفيديو اهو خلص قدامكم، هنفتحه مع بعض. يا انسان انسان بتتفرج بالساعات وما بتضغطش لايك، بتشوف الصور والستوري وما تعملش فولو، ازاي تضحك من الفيديوهات وما تشتركش؟ انا غاضب جدا. طبعا الصراحة الفيديو ده جميل وفيه الحاجة اللي أنا عايزها. وبس كده أنت ممكن تعمل فيديوهات زي دي. ولو ما عجبكش الحوار أنت ممكن تخش على كوبليت تاني تقول له غير له الحوار، هيعمل لك حوار تاني. وممكن تعمل أفكار تانية. لو عايزين تعرفوا أنا بجيب أفكار الفيديوهات دي منين، بكل بساطة أنا بخش على يوتيوب عندي وبقول اديني بعض الأفكار، فبيديني هنا أفكار لحياة. لو ما يعجبنيش الأفكار ديت ممكن أكتب له هنا اللي أنا عايزه وبيعمل لي أفكار. لو مش عايز أكتب له أنزل هنا واختار من الأفكار اللي هو عاملها لي تلقائي. وعلى فكرة الأفكار دي بتساعد يوتيوب إنه يزود مشاهدات الفيديوهات ببتاعتك. يعني محدش يصدق إن أنا القناة ديت عاملها بقالي 15 يوم، دلوقتي داخل في 800 ألف مشاهدة و500 مشترك. بس كده، وده موضوع النهارده، واشوفكم على خير ان شاء الله في فيديو جديد. ما تنساش تعمل لايك واشتراك على القناه، وان شاء الله الفتره الجايه هنزل لكم فيديوهات عن مواقع تانية بتعمل فيديوهات. ولو عندك اي سؤال ممكن تكتبه لي في كومنت تحت، ان شاء الله هرد عليك. السلام عليكم ورحمه الله.